مش معقول كده يا ليلى، مش معقول كده يا ياسين، مش كل يوم كده نقعد نزعق كده، مش معقول كل يوم الباص هيروح عليكم. حبايبي الحلوين، تفتكروا مامة ليلى وياسين بتزعق ليه؟ دلوقتي ياسين عايز يروح المدرسة من غير ما يلبس الجاكيت بتاعه، والدنيا ساقعة وبرد جدا، وليلى مش عايزة تسرح شعرها. جت ماما عشان تلبس ياسين وليلى، وياسين خلاص لبس لبس المدرسة وأموره زي العسل، جاي تقول له يلا يا ياسين عشان تلبس الجاكيت بتاعك. لا يا ماما، انا مش هلبس الجاكيت بتاعي، انا مش عايزه، ده بيخليني عامل زي الدبدوب، ومش بعرف العب في البريك، ومش بعرف اجري مع الولاد، مش هلبسه يا ماما. وفعلا يا ولاد صمم ياسين ان هو ما يلبسش الجاكيت، ونزل بلبس المدرسة بس من غير الجاكيت، والدنيا ساقعة وبرد. وجات لي عشان ليلى بتسرح لها شعرها عشان تروح المدرسة، قامت ليلى تقول لها يا ماما، يا ماما شعري بيوجعني، يا ماما مش كل يوم توجعيلي شعري كده، يا ماما مش عاوزة اسرح، يا ماما سيبيني كده وخلاص. يا بنتي يا بنتي ما ينفعش يا بنتي، ما حدش يروح المدرسة كده، لازم تسرحي شعرك عشان تبقي بنت أمورة. لا يا ماما لا، أنا مش هسرح شعري، مش عايزة اسرح. وقعدت ليلى يا ولاد تدبدب على الأرض، تدبدب على الأرض، ومش عايزة تسرح. الباص جه وقعد يضرب كلاكس كلاكس للأولاد، نزلوا جري جري على الباص. نزل ياسين من غير الجاكيت، ونزلت ليلى من غير ما تسرح شعرها. ليلى وياسين جم من المدرسة، وياسين بيقول لمامته أشي الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، أشي 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 العيني يا ماما. مالك يا ياسين، مالك يا حبيبي، في ايه مالك؟ يا ماما انا عندي برد يا ماما، وعمالة كح طول النهار في الباص يا ماما وفي المدرسة، وتعبانة اوي يا ماما. عشان انت مرضتش تلبس الجاكيت يا ياسين، والدنيا مطرت وغرقتك مية، والمية تعبتك ووجعت لك صدرك، لازم نروح للدكتور حالا. وفعلا يا ولاد خدت ياسين وراحت للدكتور. الدكتور كشف عليه واداله أدوية، جاية يا ماما عشان تديله الأدوية. قام ياسين رد عليها وقال لها يا ماما بقى، انا مش عايز اخد الدواء ده، الدواء ده طعمه وحش، انا مش عايز الدواء يا ماما. مش معقول كده يا ياسين، مش معقول كده كل يوم تدوخني عشان تلبس الجاكيت وتقوم تعيا، وتدوخني عشان تاخد الدواء. مش معقول كده يا ياسين، لازم تاخد الدواء، يا الا الدكتور هيوديك للدكتور تاني وهيديك حقنة كبيرة جدا هتوجعك. خلاص يا ماما هاخد الدواء. فعلا ياسين سمع كلام مامته، أخد الدواء أخيرا، وبعدين بقى يتحسن وبقى أحسن. فجاء على بالليل قال لها أنا يا ماما حاسس إن أنا أحسن دلوقتي، أنا بعتذرلك يا ماما، أنا آسف، ما عدتش تاني يا ماما أدوخك في أخداني الدواء، وما عدتش تاني يا ماما أنزل من غير ما ألبس الجاكيت في الشتاء، أنا آسف يا ماما، مش هعمل كده تاني. خش اتدفى في السرير واشرب الليمون اللي أنا عاملهولك، وإيه وإن شاء الله تبقى بكرة كويس وهتقدر تروح المدرسة. مالك يا ليلى، زعلانة ليه كده يا ليلى؟ يا ماما أنا شفت أصحاب البنات يا ماما، كلهم شكلهم حلو، وعمالين يبصولي بصات مش حلوة، وهما كلهم شكلهم جميل ومسرحين شعرهم وعاملين ديل حصان، واللي عاملة ضفيرة جميلة وشكلهم حلو أوي يا ماما. وأنا يا ماما جيت بصيت في المراية لما جيت من المدرسة، لقيت شكلي منكوش، عرفت ليه البنات بتبصلي البصات اللي كانوا بيبصوها دي. ما انا يا ماما وحشة، انا مش زي اصحابي حلوة، هما حلوين وانا لأ. عشان انت يا ليلى لو بتقدري تسرحي شعرك الصبح وتسرحيه كل يوم مش هيبقى مكعبل، وهتبقي احلى من كل البنات. انا يا ماما هسمع كلامك كل يوم وهسرح كل يوم عشان شعري ما يتكعبلش، وعشان اكون احسن بنت في الدنيا. ونستفيد ايه من الحدوته دي يا ولاد؟ ان احنا لازم نسمع كلام ماما، لما الدنيا تبقى ساقعه لازم بنلبس الجاكيت التقيل عشان ده بيحمينا من البرد ومن المطر. لازم البنات الحلوين يسمعوا كلام مامتهم ويسرحوا كل يوم. أقابلكم إن شاء الله المرة الجاية في حكاية جديدة من حكايات ماما تونا.